رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. السلام عليكم يا بنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، مهنيين وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد اللي عاودت رجعت فيه لداري وحضرت الفطور عندي. المهم خياتي جيت نشارككم طاولة تاع نهار 13 من شهر رمضان الكريم، وصفات بسيطة وبنان. وجا عندي شيخي يفطر معانا بما ان جوزتي راحت للجزائر، رايح ان شاء الله يجوز معانا نهارات حتى ترجع ان شاء الله. المهم خياتي رايحين نبداو في تحضير الوصفات، ومن قبل ما نبداو نرحب بكل اخت جديده تزور اول مره قناتي، نقول لكم مرحبا بك اختي. الى عجبك المحتوى تاعنا ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس بيوصلك كل جديد. ونبداو الفيديو تاعنا لنهار اليوم بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وفرجه ممتعه. هنا خياتي بديت في تحضير شوربه فريك. في الطنجره كنت حطيت كميه تاع الزيت مع شويه تاع السمن، ضفت ايضا لحم الغنم اللي كنت قطعته وخليته تقلى لي مليح. ومن بعد ضفت بصله اللي كنت بصله كبيره كنت رابيتها، زدت خليتها تقلات لي حتى ذبلت لي مليح. وهنايا ضفت ايضا لابيغي طوماط ولا طماطم مصبره مع زوج حبات تاع طماطم اللي كنت نحيت لهم القشره ونحيت لهم الزريعه وميكسيتهم، نزيد نخليهم يتقلاو لي مليح. ومن بعد نحط كميه لا باس بها تاع حشي الشوربه. هنا انا قطعته وحطيته، نتوما الا ما يحبوش الفاميليا تاعكم تقدروا ديروا هكاك ربطه تطلق لكم بنه بعد تنحوها في الاخير. وحطيت ايضا الخضر، عندي هنايا حبه تاع القرعه مع حبيبات صغار تاع الجزر، وحطيت ايضا سنينه تاع الثوم اللي كنت قطعتها رقيقه. وريحان نبدا نحط في التوابل الملح، فلفل اسود، كركم وجنجبر. اذا كان عندكم ايضا الكزبر مرحي تقدروا تضيفوا ايضا الكزبر مرحي، رايح يجينا بزاف بنين الشوربه تاعنا. نزيد نخليهم يتقلاو لي فقط شويه، ومن بعد نمرق. انا هنا الطاس اللي كنت رحيت فيه الطماطم ضفت فيه الماء هكا باش نشلو من هذيك الطماطم اللي بقات. ضفت ايضا الحمص اللي كنا نشمخناه من قبل، لانه ماشي طايب درتو في الاول. نتوما الا طايب تقدروا حتى طيب لكم الشوربه باش تضيفوه. ومرقت الطنجره تاعي وغلقت عليها، خليت حتى طاب لي اللحم مع الحمص. ونحيت هذيك الخضره رحيتها ميكسيتها، عاودت رجعتها وريحه نضيف الفريك، كميه تاع الفريك هنا تبقى على حساب شحال درتو الشوربه. ونغلق عليها نخليها حتى يطيب لي الفريك، خطره نحركو هكا باش ما يسقلش لتحت في القاع، ومن بعد يتحرق لي ورايح يغسل لي كم مذاق تاع الشوربه. ومن جهه اخرى هنايا عندي في مقلاة حطيت كميه تاع الزيت مع كميه تاع صدر الدجاج اللي كنت قطعته صغير كيما راكم تشوفوا، خليته تقلى لي مليح. وضفت ايضا الثوم حوالي 3 سنات تاع الثوم. انا رايحه هنا ندير كراطه تاع الباذنجان والبطاطا. عندي ايضا هنا حبه ولا جوج حبات تاع الطماطم على حسب الكميه اللي رايحين تحضروا، تاع الطماطم مرابيه مع لابيغي طوماط ولا طماطم مصبره، ما نديروش بزاف ما تجيناش قارصه. ومن بعد نزيد نحط الملح، فلفل اسود، كركم، جنجبر مع فلفل احمر وكمون وشويه زعتره مع وريقه تاع الرند اللي رايحين يعطونا ريحه وبنه شابه لهذا الطبق. نخليهم يتقلاو لي مليح ومن بعد نمرق بشويه تاع الماء، ما نديرلهمش بزاف الماء. ومن بعد نخليهم حتى يطيبوا لي، زيد تخضر لي المرقه ونطفي عليهم ان شاء الله. من جهه اخرى انا كنت ديجا درت البطاطا والباذنجان، كميه تاع البطاطا مع كميه الباذنجان كنت قشرتهم وقطعتهم مكعبات، دهنت السنيوه تاعي بالزيت ومن بعد حطيتهم دهنتهم فقط شويه بالزيت من فوق وخليتهم يطيبوا لي في الفور. اللي يحب يقليهم تقدروا تقلوهم ماشي مشكل. والوقت اللي الشوربه مع لاصوص تاع الكراطه راهم يطيبوا، رايحه نحضر معكم ايضا مع بعض طبق تاع اللحم.
بالشامبينيون والزيتون. هنا في الطنجرة كنت حطيت كمية تاع الزيت مع كمية تاع السمن، ضفت ايضا شوية تاع شرائح تاع اللحم اللي كنت قطعته بالطول كيما راكم تشوفوا، خليته تقلالي مليح، ومن بعد ضفت له بصله قطعتها رقيقه، زدت خليتها بارد مليح معاه، ومن بعد حطيت كميه تاع الشامبينيون. انا كان ديجا عندي مقبل، كنت قليتها في الزيت، ذبلتها في الزيت، حطيتها، ضفت ايضا كميه تاع الزيتون، وحطيت ايضا الملح، فلفل اسود، الكركم مع شويه تاع الجنجبل. رايحه نمرق الطنجره تاعي ونخليهم يطيبوا، نغلق عليها ونخليهم يطيبوا حتى يطيب لي اللحم، ونطفي عليها ويكون الطبق تاعنا جاهز. وبالنسبه للكراتا، بعد ما طابت لي لاصوص مع البطاطا والباذنجان خلطتهم مع بعض، وهنا جست باش نحضر الصلصه الجبن. حطيت هنايا في كسرونه ملعقه كبيره تاع الزبده، خليتها ذابت لي، ومن بعد ضفت لها ملعقه تاع الفرينه، خلطتهم مليح وبديت نضيف الحليب تدريجيا ونخلط. حطيت حوالي كاس تاع الحليب حتى تثقل لي، ومن بعد نحط الملح، فلفل اسود مع كميه تاع الجبن. انا كان عندي هنا الجبن مربعات تاع لي ساندويتش، نتوما ضيفوا الا حبيتوا جبن ابيض اللي عندكم، وخلطهم حتى ذاب لي الجبن. جبت بلالي يدخل للفور، دهنته شويه بالزبده، وحطيت الخضر، ونجيب صلصه الجبن نديرها على الخضر، ونضيف ايضا شويه فرماج غابي وندخلها للفور حتى يذوب لي عفوا الفرماج. هنا من الجهه الاخرى كنت درت لي ميني بيتزا، كنت ديجا موجدتهم في الكونجيل، خرجتهم فقط ودرت لهم فقط لاصوص طوماط مع المرقز والجبن المبشور، ودخلتهم للفرن. رايحين نخلي كلش يطيب، ونتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا الكل في طبق تقديم. ويكون هذا هو شكل الطاولة المتواضعة تاعنا كما راكم تشوفوا. هذا الخبز اللي كنا حضرناه ديجا في الفيديوهات السابقة. عندي ايضا لي ميني بيتزا مع شوربه ريحتها بزاف بنينه تشهي، زدت ايضا ضفت فقط سلطه، وهذا هو الطبق تاع اللحم بالشامبينيون والزيتون والكراتا تاعنا. طاوله متواضعه بسيطه. نتمنى ان شاء الله الوصفات تاع اليوم ينالوا الاعجاب تاعكم. نلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو بزاف في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.